السخانه على شو بلشتي بالكبه؟ عم بقول بما انه الكبسه حاره ما تحدد الكبه، قلت لا امك بدي تحدد. ناكل يا الله. انت ما ولك الفلفل هنيك حاطين شو؟ جاي اشرحي لهم عنا، دائما بيسالوكي عن الكبه. حطينا هون 400 جرام برغل. ايوه عن جد. غسلته بس غسل وصفيت ميته، ما نقعته نهائيا. حطيت الملح حسب الرغبه. حبة بصلة وسط لأنه كبيرة. الله ينور عليك. لا أنا لأنه كبيرة البصلة الحبة فحطيت 3/4، يعني حبة صغيرة بصلة هيك. بعدين حطينا نص حبة طماطم. حبة يعني. ميمي نص تحت الرز على الآخر. أيوه. أيوه. حبة طماطم تقريبا. حلقة كبيرة. دبس بندورة. هيك. السلام عليكم. طبعا هي كبة نية بالزيت ها. مو باللحم. المرة الماضية سويتها باللحم، بس أنا ما بعرف ليش صاير عم حبة الزيت. هي أطيب. كأنه تعودت عليها. هي أطيب. مرة اليوم برمضان تعودتي. كمان بنحط معلقة. والله هي أطيب. معلقة كبيرة معرمة من الكمون المفروم. الله عليك يا نوش. وبعدين في عندنا هون هي طبعا حسب الرغبة، كل ما كترتوا أكثر كل ما بتكلفوا. كتروا. فأنا قاعدة هون بالمي المغلية. قد ما فيكم كتروا. كله راح ينحطوا. وعندنا هون زيت زيتون. حبي شو رايك تعطيني من زيت الزيتون الجديد؟ يلا اعطيني. لأنه هي طيابتها بالزيت من الجديد ميمي. أيوة يا عيني عليكي يا ميمي، بدي من فنجان قهوة تركية. عبي لي نصه بس إذا بدي بعدين نرجع نحط عادي. حسب الرغبة. ما تكتروا كثير زيت بعدين تفرط. بعدين ما تكفكف معكم. هلا هيك خلصنا منها. ميمي اخذي من هون. كبسة فليفلة بنحط كمان مع القزبرة. وإذا كانت دبس الفليفلة ما فيها منكهات تحطي دبس الفلفل؟ لا هداك اللي ايه اشتريه. تتذكريه لحاله. هداك يعني عليك كثير طيب. كثير طيب، بس عادي يعني كمان هذا طيب. بنحط مع القزبرة. هذا طعم. هذا هو مو طقم بس بحطوا له مثل منكهات او شيء. يعني فلفل احمر، ملح، زيت خالي، وفيه حامض وخل وحامض ابيض وخل. مثل هي بس معجونه فيها بس ملح. اوكي بس عادي يعني ما بيأثر. عم اقول انه كنت عم بسأل الجروب انه ناكل برا، بس قلت لا ناكل هون بعدين نطلع ناكل برا. يا سلام عليك يا نوش. شو هاد؟ يا سلام سلم. شايفين؟ والله تفاصيل ديتيلز على قولة ماريتا. هلا رح نحطمها مره والمره الثانيه بنضيف الفلفل عادي.